من رؤية إلى واقع، مدينة جامعية متكاملة مهيئة لتقديم أفضل تعليم عال للبنات وفق أفضل الإعدادات والمعايير المنشودة. طالبات الجامعة عجزن عن التعبير عن مدى فرحتهن بهذا الصرح وتثمين تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بافتتاح المدينة الجامعية. الله إن شاء الله يحط فيها البركة. حاب أشكر الملك عبد الله يطول عمره، وإن شاء الله نرفع راسه يعني ونرد له إن شاء الله على الأقل جزء من الجميل اللي أعطاني إياه. صراحة مرة شيء جميل يعني وفخم. صراحة ما شفت مثلها جامعة في العالم كله، ومرة سعيدة، ما أدري كيف أوصف. أنا مرة سعيدة اليوم بالمناسبة إنه شفت الملك عبد الله. كان حلمي من زمان أشوفه قدام عيوني، مو بالتي في يعني شاشة وكذا. وعلى مستوى العالم يعني على الجامعة الأميرة نور على المستوى العالمي كانت شيء مرة جميل يعني. والله المشاعر صراحة لا توصف، يعني حلم يا كثر ما حلمنا فيه. الحمد لله أنه تم افتتاح الجامعة وأنا ما زلت طالبة فيها. كل يوم نسأل الدكاترة متى راح تفتح الجامعة الجديدة، متى راح ننقل الجامعة الجديدة. كل يوم نحلم بهذا الحلم، متى راح نركب القطار، كيف راح تكون كليتنا، كيف راح يكون الدكاترة. أما أعضاء هيئة التدريس فقد انبهروا بالتقنيات الحديثة والخدمات التي تساهم في رفع المستوى التعليمي. تضع على كاهل جامعة الأميرة نورة أكيد مسؤولية كبيرة في مواصلة العطاء والتطوير العلمي للفتاة السعودية. طبعا أنا كنت من كم يوم بس في ابتعاث خارجي من بريطانيا وواصلة وشفت شيء مذهل يعني عاجز الوصف عن اللسان. أنا صراحة قرأت في الأخبار وفي الجرايد وفي النت عن الجامعة والافتتاح، وكنت بحكي لأصحابي هناك والسوبرفايزر عن إنه أكبر جامعة بنات في العالم، في الكل كان مذهل يعني مش بس صعيد محلي حتى صعيد عالمي. نحن فخورين على الرغم من أننا من دولة عربية المملكة الأردنية الهاشمية، لكننا نشهد في المملكة العربية السعودية ثورة حضارية نستفيد منها على مستوى الدول بشكل عام. ما ضل يعني أي تعبير أو أي وصف، وفعلا هو عالمي بكل شيء. صراحة حدث جدا 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 عظيم ورائع، خاصة اني انا من النوع اللي دائما احضر دورات واحضر مؤتمرات يعني زي هذا الصرح ما شفت. نشكر خادم الحرمين الشريفين ان اتاح هذه الفرصة العظيمة في افتتاح اكبر جامعة نسوية في العالم، وهذا شرف كبير وتفتخر فيه كل امرأة سعودية. الوقت القياسي الذي نفذت خلاله المدينة الجامعية بالتأكيد يمثل أكبر تحدي في المشروع، فمن 4 إلى 5 سنوات يتطلب إتمام هذا المشروع المعقد، لكنه دشن بعد 2 من بدء العمل به. طبعا الاهتمام نابع من اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمشروع، فهو الرجل المهتم الأول بالمشروع والمتابع الأول، فهذا هو السبب في الاهتمام فيه. المساحة الإجمالية للمدينة الجامعية مقدارها 8 ملايين متر مربع، وتصل مسطحات مبانيها إلى 3 ملايين متر مربع، وتستوعب 40,000 طالبة. تضم المنطقة الإدارية للحرم الجامعي مبنى معماري مميز لإدارة الجامعة والمكتبة المركزية وهي تحفة معمارية، فضلا عن مبنى للمؤتمرات ومباني ل14 كلية وعدة مختبرات، ومستشفى مجهز بتقنيات وخبرات فريدة من نوعها وطاقة استيعابية تتجاوز 700 سرير، ويربط أكبر قطار جامعي في العالم بين جميع مباني ومرافق المدينة الجامعية. إنجاز تفخر المملكة بتحقيقه ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم.